محتاجين ناخد بالنا ان احنا ممكن ننظف اللسان بطريقة غلط، وبكده احنا هنكون عملنا ضرر بس وما نظفناش اللسان، وبالتالي رائحة الفم الكريهة هتفضل زي ما هي. زي ايه الحاجات الغلط ديت؟ ان انا استخدم قاشة اللسان دوت بطريقة عنيفة او شديدة شوية. ان بعض الحالات بتعتقد انه لما بيضغط جامد بيها على اللسان هو كده بينظف اكتر. لا، انت مش بتنظف اكتر، انت بكده ممكن تعمل خدوش في اللسان او تجرحه او تعوره لدرجه انه ممكن ينزف بعد عمليه تنظيف زي كده. وطبعا نتيجه دوت هتلاقي الم في اللسان وطعم غير مرغوب في الفم، دايما طعم معدني. وطبعا هتلاقي بعض حساسيه في بعض اماكن في اللسان تجاه بعض الاطعمه. كمان حاجه ان بعض الحالات بتستخدم الفرشه كبديل او كطريقه لتنظيف اللسان بس، وتعتبر انها طريقه كافيه. احنا قلنا قبل كده ان الفرشه مش بتشيل الطبقه البكتيريه، هي مجرد بس بتنظف اللسان بشكل ظاهري، لكن البكتيريا موجودة زي ما هي في اللسان. ليه؟ لأن الفرشة احنا قلنا إنها مخصصة للأسنان وليس للسان، وبالتالي البديل هو قاشة اللسان. دي الأداة المثالية لتنظيف اللسان، بيزيل تماما الطبقة البكتيرية. كمان حالات تقول لي طب أنا مش هنظف اللسان بالطريقة ديت نظرا لأي ظرف، وهستخدم غسول فم يكون قوي شوية عشان خاطر يبقى بديل، أو هو طريقة هو شايفها بالنسبة له مناسبة لتنظيف اللسان. لازم نحفظ الجملة دي كويس: الغسول يعقم ولا ينظف. فوبالتالي هو نفس موضوع ونفس قصة الفرشة، هو مش هيشيل الطبقة البكتيرية اللي على الوش دي، هو بس هيعقمها. كمان مستخدمي قاشة اللسان لازم تنظف اللسان من جوه خالص، لأن بعض الحالات بتستسهل، هو مجرد ما حطه على طرف اللسان أو نص اللسان هو كده بالنسبة له نظف. وده ليه؟ لأن الجزء الخلفي ده هو الأكثر تجمعا للبكتيريا وبواقي الأكل وبالتالي ريحة الفم. وطبعا بنقول ان احنا بننظف الجزء الخلفي ده من اللسان بالراحه جدا عشان خاطر بعض الناس ما تحسش انها عايزه ترجع. اللي محتاج اقوله في موضوع تنظيف اللسان وخطوات تنظيف اللسان انها عمليه سهله جدا وبسيطه، مش العمليه المعقده، ولكنها تتم بطريقه صحيحه. ضغط خفيف، اداه مناسبه، حركه بسيطه، وصول كامل للسان، ويبقى انت بكده بعدت عن اكتر الاخطاء اللي الناس بتعملها اثناء تنظيف اللسان.